السي تهامي مات مقتول، وما كانش خص تطرح هذا السؤال هذا. حنا اللي كان خصو يتطرح هو فين هي الجنازه ديال السي تهامي البناني. غنبداو من الفوق ونقدروا نبداو حتى من البدايه. كاين جوج طرق. الطريقه الاولى اننا نبداو من الفوق، فين هي الجنازه ديال تهامي البناني، خصنا نفتشوا عليها ضروري، لان من خلال المحاضر انها مدفونه في مقبره ديال الغرباء. فين هي؟ قالوا الشركه دارت غلطات وجابت الارقام غلطه، الشركه كتحمل مسؤوليتها وكيخصها تحفر القبوره كاملين وتعطينا الجنازه ديال تهامي لان كتحمل مسؤوليتها. ما بغاش القانون يحملها مسؤوليتها، المواطنين في سبيل الله غادي يمشيو ويساهموا كاملين ويحفروا ويهبشوا هذوك القبوره كاملين اللي دفنوا ابتداء من 2006 باش نكونوا متاكدين. من 2006 هنا ما يمكنش عاوتاني نقول لك الشركه غلطه، ما عرفناش فين هما القبوره اللي بداو من 2006 حتى مثلا 2010 مثلا، مده 4 سنين ما يمكنش. كل عدد ديال القبوره غادي يكون عدد محدود. شحال غادي يكون؟ 100 قبر مثلا وما واصلاش 100 قبر، ممكن تهبش كامل هذيك القبوره باش نلقاو الجنازه ديال تهامي بناني. وهذا تخربيق. حنا كنقلبوا على الحقيقه، اللي كيهمنا هو الجنازه فين هي، ومن خلال الجنازه غنبداو نازلين. هذه الجنازه كيفاش تجات للمقبره، علما ان هناك طلب بحث على شخص مختفي لفائده العائله، ومن المفروض ان قانونيا ونظاميا كيخص ملي اي جنازه تلقات نتاكدوا فين هي من اللائحه ونقارنوا مع اللائحه ديال الناس اللي واضعين طلب ديال البحث عن مختفي. فعلاش تنقزات هذه المرحله هذه؟ نزيدوا عاوتاني نكملوا. هذه الطبيبه هذه اعتبرت جابوا لها جنازه، جابوا لها قالوا لها راه هذه الجنازه عندها 19 يوم. باش عرفنا 19 يوم؟ اذا الطبيبه عارفه انه كاين بحث عن مختفي والجنازه عندها 19 يوم، بمعنى ملي سلماتها لهم باسم من كان المفروض تقوم عمليه البحث على العائله عاده باش ما لقاوهاش لمده معينه، عاده باش نديو الجنازه ندفنوها. الجنازه ملي تلقات مشى كلب من الكلاب المدربه، انا ما كنتش متاكد من هذه المساله هذه، وكلب مشى للفيلا الخربه اللي كانوا كيعتبروها كيكريوها كيقصروا فيها. علاش هذاك الكلب مشى تما؟ علاش بالضبط مشى تما؟ واش كانت الجنازه كاينه تما؟ نشوفوا التصويره اللي اعتبرنا مثلا ان الجنازه ديال تهامي البناني الله يرحمه يد كتبان كحله. انا اتساءل واش كحله بفاعل عوامل بيولوجيه او بسبب الحريق؟ علاش هاد الحاله دازت اليد وما كايناش في الجسد كله؟ الجسد علاش كيبان اثار حتى الدم باقي اللون ديالو احمر؟ ويستحيل في ظرف 19 يوم الدم يبقى احمر، يستحيل اطلاقا. لان احنا عاده انا ملي غادي نتوفى باذن الله تعالى كنبدا باللون ابيض صفر لان الدم ما كيبقاش كيتحرك، من بعد كندوز اللون الاخضر، ثم اللون الى حد ما ازرق او لا فيولون، ومن بعد كندوز اللون الاسود. يعني الجنازه كتولي سوداء كانها محروقه مفحمه ولا كانها مسبوغه. الذات بقى هكاك صحيحه كما هي، يعني كنقول الا الراس اللي فيه يد فاعل، في تحركات داخل الراس، اما الجنازه بقى كما هي اطلاقا، لدرجه ان الفخاذ باقيين فيهم العضلات ديالهم ما تكالوش. حقيقه هي حقيقه، ولكن يراد بها باطل، ان الاحشاء والمخ كيتكال دغيا. نعم حقيقه، لان هي لطريه كتكون فيها سوائل بيولوجيه كثيره، زائد على الاحشاء كتكون فيهم البكتيريا اللي كتسمى البكتيريا الصديقه، وكيتكالوا دغيا. يعني كيبداو يتاكلون دغيا، ما نقولوش كيتكالوا، يتاكلون. لهنا ولينا خصنا نردوا البال في الكلمات، لان ملي كتقول كيتكلموا الناس على لي فيرتيبر، على الفقرات كاينين، ممكن ديال الراس كيدويو على لي فيرتيبر سيرفيكو، عوض ما يدويو على الضلوع. واش الضلوع كاينين ما مقطعينش باش تجبد الريه بشكل صحيح؟ هاد الاحشاء هذه كيوقع فيها تعفن وكيولي فيها تاكل ذاتي ثم تاكل بسبب الحشرات. حقيقة كيكون بشكل أسرع بالمقارنة مع العضلات الأخرى، العضلات الحمراء الأخرى، ولكن في ظرف 19 يوم ما يمكنش، لأن أول حشرة كتجي كتحط تما اللي كنسميوها حنا الدبانة الخضراء، اللي الدبانة كتكون كبيرة هي اللي كتحط البيض ديالها تما، وهذاك البيض ديالها كيولي أديوت قادر على التكاثر في ظرف
19 يوم او 18 يوم تقريبا، لان هناك 8 ديال الاجيال ديال الحشرات اللي كتجي. كاين الحشره الثامنه اللي كتجي هي اللي كدير كتاخذ ما تبقى من الا الاشياء اللي كتكون مجففه اكثر، كتكون جفات بحال الجلده ملي كتجف كتبقى مده طويله ومن بعد كتولي سراب. فهذاك الدم الاحمر يا اما الجنازه كانت في مكان محتفظ بها في مكان معين، لان باقي الدم باقي في العنق هكذا، وباقي حتى البشره في شي بلايص باقي كتبان بيضاء. يعني ان نشوف هذيك الجنازه نقول هذه الجنازه ديال شخص ذو بشره بيضاء، حتى اللون ديالها ما تبدلش. كان احتمال انه البلاصه اللي كان فيها ما فيهاش الحشرات ما فيهاش هذه، ولكن اللون من المفروض يتبدل كيف ما كان الحال، من المفروض يتبدل، لان غادي يتبدل اقصى ما يوصل ليه هو اللون الاسود. هنا نزيدوا نازلين. اذا هذيك الجنازه اللي لقينا تما كيفاش حطات تما، هنا حنا وصلنا لهذوك المشتبه فيهم. انا شخصيا الا بغيت نكون حقيقه نكون حقاني بالعروبيه، ممكن ما نحكمش عليهم، ما نظلمهمش، ما نقولش انتم اللي قتلتوه، ولكن غنسولهم. قالوا لي يا ودي راه وقع اللي وقع، وكان الحبات بزاف. هذوك الحبات ديال الاكستازي حبه وحده كتخلي بنادم يقدر يبقى فايق 72 ساعه، لما كانش مولف عليها 72 ساعه، ممكن 48 ساعه كيبقى فايق، ما كايناش، ما يقدرش يريح. الدقات ديال القلب كتولي زايده، لان هي ماده كيميائيه كتخلي الجسد في حاله ماشي غنقولوا هيجان، لكن السيمولي قادر عنده طاقه كاذبه، كيدير حوايج اللي ما يمكنش تقول لي جمع لي 200 نمله يمشي يجمعها. عنده الصبر وعنده طاقه يعني ديال. وهذا الاكستازي هذا ما يمكنش 2 حبات ولا 3 حبات يشربهم الانسان، يستحيل، هذه ما يمكنش. نفرضوا يشرب حبه وحده. حنا كندويو على ان كيف قالوا صحابو، انا ما كنبغيش ندخل في هذيك الدوامه ديال كان المخدرات حق اوموسيكسيال من قوم لوط ولا هذه المساله ما كتهمنيش، ولكن اللي في دماغه شي حاجه ديال الشر كيستعملها باش يخوف العائله، يكون يتخدر ولا يكون عنده شذوذ جنسي. هذه مساله ما كتهمش، ولا يكون على حيت عنده نمشي نقتلو، ما يمكنش. ماشي انا اللي كنقتلو، ماشي انا اللي كنحكم. حتى ولو كنا كاع مثلا في الصين اللي كتطبق حكم الاعدام على الناس اللي عندهم مخدرات كيتاجروا في المخدرات او كيستعملوا المخدرات، النظام العداله هي اللي كتقوم بهذا الشيء، ماشي المواطنين. فاحنا ما سوقناش. اذا قالوا صحابو حطيناه في واحد البلاصه شويه، بدلوا رايهم، ماشي مشكل، بدلت رانا انك انت خايف وهادي، راه ما نفرش يكون كانت عداله وما كانش يكون تمويه. والله الا هاد الشباب هادو ما يكونوش في الحبس دابا حاليا حتى نتاكدوا ونجيبوا الدليل، والدليل ساهل يحضر كيفاش مات تامي، وفين هي الجنازه ابتداء من الجنازه ابتداء من الجنازه ديالو، وكيفاش مات ونهاراش مات. سهله والله القسم الا سهله. قالوا حطيناه في مكان معين قدام دارهم شويه، قالوا لا سبعت الملف ملي بدا في هذه المساله هذه ديال ان حطيناه قدام دارهم شويه، بدلوا رايهم، قالوا لا حطيناه في واحد البلاصه. هذيك البلاصه قلبوها لقاوها بعيده 130 متر على البلاصه اللي لقاو فيها الجنازه، اللي فيها اللي كانت ملففه في كيسميوه باش غطاء بلاستيكي باللون ديالو اخضر، وفيه السلسله اللي كيتحل ويتسد، يعني ديال المكان ديال محطوط بطريقه احترافيه، بطريقه مهنيه. ما كندويش احترافيه الناس مطورين اللي حطوهم، ولكن كاين ادوات مهنيه اللي كانت تلف الجنازه ديال تامر الله يرحمه. تحط تما الراس بعيد عليه، الراس لا يتاكل بهذه السرعه هذه، يعني هذا يا ربي العصب اللي كيكون هنا، ما كندويش على الاعصاب كاعصاب، يعني كاين حبال اللي كتكون شاده الرقبات وكتشد اليدين اللي كيتسموا لي طوندو. عندهم قوه خارقه خلقها الله سبحانه وتعالى بالنسبه للناس اللي كيامنوا بالله عز وجل، اللي كيامن بالطبيعه، ان الطبيعه خالقه هذوك لي طوندو صحاح لدرجه ان يقدر الانسان يهز بها، تقدر تهز بها 500 كيلو ما تقطعش، 500 كيلو، ويقدر يجر بها الانسان حافله ديال 8 اطنان يجرها بهذوك لي طوندو، يعني صحاح وما كيتكالوش دغيا. العضلات الحمراء، المسك، اللحم الاحمر كيتكال، ممكن يتكال، ولكن ماشي بهذيك السرعه. ولا تكالوا هذوك الراس ما يمكنش يتفصل ويبعد. في الصوره اللي شفت انا ان الراس بعيد
والليدين اللي علاش محطوطين تما، وعلاش اليدين كحلين، وعلاش الجنازه باقي فيها الدم محمر بهذيك المده كلها. ونرجعوا بشويه، وإلا بغينا نبداو من الاول غادي نبداو بهذه الطريقه هذه ديال السيد غاب مع من كان. هذوك الناس اللي كان معاهم يتفرغوا الهواتف ديالهم، ماشي عيب، شنو فيها؟ على هذه فيها ظلم؟ واش فيها هذه احتقار؟ الا فرغنا الهاتف، انا اجي فرغ لي الهاتف ديالي بلا ما كاع ما نكون لا متهم لا والو، نعطيك الهاتف فرغوا فين تنقلت وفين مشيت وفين، وسمع كاع المكالمات. انا كنسجلهم المكالمات اللي كندير، عندي اكثر من 2000 مكالمه مسجله، ونعطيك ونفرغ بلا ما نكون كاع متهم بشكل تطوعي. شنو فيها؟ على هذيك الضر نسولوا هذاك السيد غاب وصحابه اللي كانوا معاه، راه نفرغوا الهواتف. سمعت انا كاين 80 هاتف، شوفوا هذوك الصحاب اللي كانوا كاينين تما في هذيك الحفله بالضبط، ونفرغوا الهواتف ديالهم، ماشي من ابتداء من هذاك النهار، من اليوم اللي قبل من الحفله زائد شهر من بعد الحفله. شنو فيها؟ ماشي عيب، ما كاينش والو، كتقام بالفلوس. المواطنين المغاربه كلهم يساهموا ويحطوا الفلوس ونخلصوا هذه الشركه اللي غدير التفريغ ديال الهواتف، ماشي مشكل، لان هذه في مصلحه المواطنين كاملين. راه الا بقى هذا الشيء كيمشي بهذا الشكل هذا، الناس كتموت وكيدفنوهم بهذا الشكل، وهذه العمليه الاشاره انها راه قديمه، راه ماشي جديده. راه كانت وقعت عمليات قتل كان فيها واحد با عنده المعامل، عنده شي 3 المعامل في المغرب كيصنع ماده، هو اللي عنده بوحدو كيصنعها. وواحد اخر با عنده مصحه كبيره في الدار، اكبر مصحه. وسبحان الله العظيم، فقط للصدف ان باه كان كيجيو عنده الفلاحه مساكن وهذه باش يتعالجوا. وهذه ممرضه كانت كتحضر معاه لقاعه العمليات، كيقول لي راه خصني نفتح لك ندير لك عمليه، هو كيشق ليه كرشو كيعاود يخيطها، كيقول لي صافي راك صحيتي سير الله يعاون. اللي ما عندوش باش يخلص كان يتباع ويتشرى معاه في الاراضي اللي كاينين في هذوك المناطق، نيت تما كياخذ. واش بالضبط حدا هو مرزقول ملي كياخذ اراضي لهذيك الساعه كانت فلاحيه في بدايه التسعينات او اخر الثمانينات بدايه التسعينات، وكيدير فيها فيلات من بعد. شو سبحان الله، هذه وقع جمع القتل كان فيها الاولاد ديال هادو بجوج، ونفس العمليه وقعت. تطمس الدوسي غبر واحد من الوليدات، ولد هذا اللي عنده المصحه، جا الامريكان يقرا في هذيك 5 سنين، على ما تطوى الملف قرا رجع هو بدوسي بشهاده ديال التدبير الاداري، وخدم مع باه، وانتهت القضيه. والاخر تدفن والله يعاون، قالوا حق راه ما تغارق في البيسين. كيقول لك حق الاطفال ما كانوش عارفين، والحماق هذا الدراري صغار وما عارفش عاقل. حنا كنا صغار، الا حرقنا عر اطار ديال عجله بحال ما عرفت شنو درنا. دابا تحرق جثه، تقول الحماق هذا. على كل حال هما قالوا هذه القضيه ديال تحرق جثه لان اليد كحله. انا كنت اتساءل لان هذاك اللون الاسود الا كان بسبب النار، من المفروض تكون الجلده حتى هي تكون تبدلات تعوجات، لان الجلد ملي كتوصلوا النار كيتكمش. على بانت لي مازال كتبري، ولكن هذا رايي لان شفت انا غير التصاور مباشره، ما كنت شفت الجنازه حقيقه. غادي نقول بالضبط واش الفاعل النار او لا بفاعل بيولوجي، لان كيف قلت ملي غادي نموت الجسد ديالي غادي يتحول لاقصى ما يمكن للون الاسود، ثم كيبدا كيتجفف، كيبدا كينشف، ثم التآكل الى اخره، حتى كتوصل للجيل الثامن ديال الحشرات اللي كياكل الجسد. فنديروا التفريغ ديالو. كان هنا الطريقه الاخرى، غنبداو من الاول. السيد غبر غاب، شكون اللي كان معاه؟ كان في عيد الميلاد، لقينا عيد هذه الام هذه راه قامت بهذا المجهود. فكرتني بام امريكيه هنايا، كان واحد قتل ولدها وقدر يدافع على راسه وخرج براءه، كانه مش هو اللي قاتل. استغرقت في المجهود ديالها 30 سنه باش تثبت عن طريق شركات خاصه جاب شركه ديتيكتيف وهادو، وثبتوا بان هذاك بالفعل راه هو المجرم اللي قتل ولدها. من بعد 30 سنه الام راه عطاها ربي واحد القدره اللي هو البوحدو اللي عالم بها. نفرغوا التليفونات لان ماشي عيب، حنا باش نوصلوا للحقيقه ماشي عيب كنقول ماشي حق، هو القانون الدولي كيقول هكا. من اجل الوصول للحقيقه كتستاهل اي ثمن ممكن يتحط، المهم نوصلوا للحقيقه. لدرجه ان كانت قضايا فيها اختلاس اموال وتصرفات 3 أضعاف هذيك الاموال اللي تسرقت للوصول للحقيقه. من اجل الحقيقه مثلا تسرق مليار سنتيم فتصرفت 3 مليار سنتيم للوصول للحقيقه. يعني ماشي باش نسترجعوا، ولو كاع ردوا المليار اللي تسرق ولينا خاسرين، عندنا 2 المليار. بهذا الشكل 3 أضعاف للوصول للحقيقه، لان الحقيقه عندها قيمه كبيره لا تقاس لا بثمن ولا كبيره بكيخصوا لها. علما ان الحقيقه في هذه الحاله ديال تهامي بناني ساهل نوصلوا لها. هنا نفرغوا الهواتف ديال الابناء ديال الاباء
ديال اصدقائهم مع من تواصلوا، ديال الارقام اللي عندهم تما لان هذاك الوقت في 2007 كانوا مازال الارقام كيتباعوا تحت الطابله، كانت تشري رقم هاتفي، وهذه راه كانت بفعل فاعل، كانت مساله دايرينها بالعاني باش الناس كيستعملوا التليفون، كيشري كارت، يشري شريحه هاتف كيستعمل يومين 3 ايام يبيع بها مخدرات ولا يقوم بها بالجرائم وكيوضرهم وما كنعرفوش ديالنا، علما ان في جميع الدول في العالم كله يستحيل دير شريحه غير هكذاك تشريها من السوق وتستعملها، يستحيل، ما عندكش الحق الا حاله وحده اللي تقدر تسمع في التواصل بلا ما نعرفوك شكون انت، واللي كتسمع بالموجات الراديو لي زوند راديو اللي كيدار في الطول كيورك، وهذا وفي بعض الدول محظور او لا تسال عنه، وما كيفوتش مسافه طويله، كيفوت غالبا كيكتبوا 30 كيلومتر ديال المسافه اللي كيدير، وما كيغطيهاش كلها الا كانت حواجز اشجار او او جدران او شيء من هذا القبيل. اسمحوا لي بدينا من الاول، تفريغ الهواتف ونشوفوا هذوك الناس فين كانوا، فين تنقلوا لمده على الاقل 10 ايام من بعد الجريمه ويومين قبل الجريمه، هذه اقل شيء، فكنقولوا يومين قبل الجريمه باش نشوفوا الترتيبات واش كانت هناك ترتيبات باش يغيب هذا السيد. اذا تفريغ الهواتف كلها، وهذه راه ما فيها لا احتقار ولا انتيميداسيون ولا تخويف ديال الناس ولا نحشموهم ولا نقصوا منهم، حنا باغيين نوصلوا للحقيقه، ومن المفروض اي واحد اللي تيق في نفسه يساهم في هذه المساله. ها الهاتف ديالي شوفوا ماشي مشكل وانا مستعد نتعاونك للوصول للحقيقه، ونبقاو غاديين هكذا وغادي نوصلوا للجثه فين تحطت. علاش الحوايج تصبنوا؟ سؤال بسيط كيتحط، واش جميع الجنازات اللي كتجي كلهم الحوايج ديالهم كيتصبنوا؟ الجواب لا، اكيد الجواب لا. علاش بالضبط هذا اللي تصبنوا الحوايج ديالو؟ علاش بالضبط خرجت الجنازه؟ علما ان كاين، ونوصلوا لهذيك النقطه اللي وصلنا لها من اللي بدينا من الفوق، اللي كيسميوه هنا في البحث القضائي لا مون لا فال، نبداو من الاول كيف يلاه بدات الجريمه، او نبداو من الاخر ونبداو نازلين وغاديين هكذا. فالملف هذا الملف هذا الى مشى للمرافعات، لان المرافعات شنو هي؟ وبالنسبه للمحامي كيتخلص من هذه القضيه كياخذ فلوسه وكيمشي بحالته. انا هنا ما كنلوم حتى شي محامي، حقيقه الناس راه كتشتغل باش تعيش، وهذه والمحامي من ضمن الحوايج اللي كيحاول يحافظ عليها هو علاقته مع المحكمه، ما بيدخلش فيهم طول وعرض، لان عارف هذه قضايا من القضايا غادا تدوز، قضيه من القضايا غادا تدوز، وخصو هو يبقى خدام تما، لان الا مشاو تتامروا عليه في المحكمه راه ما غيبقاش يخدم كاع، وغتولي كاع القضايا ضايعه عليه وغيضيعوا منه. فالمحامي غالبا كيقول لك ودي انا ما هذا الملف كيف وقع في الملف ديال بوعشرين، كاين محامي اللي كاع تخلاو، هذه كانت سابقه انك محامي كيتخلى على ملف كيقول لك انا هذا. واحد من المحامين قال لك حقا جاني طويل، جاني الطريق بعيده من الرباط، كنجي على النهار الاول ما عرفتيش بلي راه الرباط والدار البيضاء راه 100 كيلومتر بعد باش نجي للمحكمه اللي كاينه تما، ما يمكنش تعاود لينا هذا الشيء. الناس راه سبحان الله العظيم شتي اللي ما دواش، يا اما ما عندوش الخاطر يا اما خاف، لان وشيء مؤسف ان الناس يكونوا يخافوا. من المفروض تكون المهابه، يعني اهابك كتبان لي حاجه كبيره واستحي، اما نخاف منك يعجبك الحال حيت انا خفت منك. اذا انت كيعجبك انك تكون بوع وكتخلع عباد الله، خالعهم بالعصا، خالعهم بالحبس، خالعهم بالقتل، خالعهم باش حياه ديال الحيوانات، هذه ماشي حياه. الناس ما نساك نخافوا، كيقول لك صافي خليه من الله، اذا كان كيامن بالله ان كاين حساب. اما داك اللي كتقول خلي منه الله وراه ما كيامن لا برب ولا غيره، كيامن هو بالخبز بالفلوس بالشهوات ديالو بحال الدابه، كيامن باللحظه اللي كيعيشها هو. وحالات كثيره، جرائم كثيره كتوقع في المستشفيات وفي غير المستشفيات، في مخافر الشرطه هذوك كيقول لك صافي بنادم مات واعطاه الله وبغاه الله، والناس كتمشي هكذاك، يا راه بصح عطاه الله وبغاه الله، ولكن الفهم الخاطئ ديال المسألة دارت مصيبه. كيف بحال واحد مسكين تا هو في الثمانينات كانت بنته خادمه عند شي ناس، ماتت، عيطوا ليه، جا وقالوا ليه بنتك راه ماتت، وراه شوف الطريقه باش خوفوه، قالوا ليه راه بنتك راه كانت حامله، راه حملات بالزنا وهذه، وراه حنا سرنا القضيه لان بغات ديناها تولد، واثناء الولاده راها ماتت وهذه، وحنا دفناها وسرنا والسر ما سر الله، وهكا واحد البركه، وسير دير صدقه وسير، وتخلع حتى هو وزاد بحالته. فينا هي هذه يمكن الله اعلم تسوق كفاح حملات بالزينه ولا تماك التقاضي قاضي شرعي، حملات بالزينه ولا حملات راه هي الجنازه ديال البنت اللي جابها السيد تخلع، خلعوه ملي قالوا لي راه بنتك راه كانت حامله سفاحا ورحنا دفناها وصافي. فين دفنتوها؟
بمعنى ان هذه المقابر اللي فيها مقابر اللي كيسموا اكس من اكس، والله الا هذا حمار هذا اللي جبد هذه الكلمه ديال اكس من اكس. ما قدرتيش تقول قبر ديال غريب كتب حرف الغين اكس من اكس. هذه سميه، هذه عيب، والله الا عيب، عار يحشم الانسان كاع يقول انا كنتمي لهذا القوم هذو اللي اكس بن اكس. انا لا حول ولا قوه الا بالله. واش بغاو يكونوا؟ ما كاينش شي واحد قدر يجدد هذه الكلمه. غريب يستعمل حرف غين، يستعمل، وهاد القبور ديال الغرباء راه كاين كوارث كاينين تما، ملي ولاو الناس كيدفنوا بهذه الطريقه، ومن قديم كيدفنوا بهذه الطريقه هذه. واحد تصور نقول لك في الستينات داروا جريمه ديال القتل في المغرب، هذا الشيء في الباديه. كانوا شباب هذو، باش نحطكم في الصوره، كانوا شباب كيجيو يزيو حق كيغتصبوا شي وحده من العائله ديالو في الاسره ديالو، وهو مرضاش طبعا، مرضاش، وكان كيبرزهم، كان كيدخل فيهم. جدارو مره قالوا ليه راه كاين شي عرس في واحد القبيله اخرى، هو تما غادي تعرضوا ليه، شدوه قتلوه، وكانت تبين الاثار وهذه باللي هما اللي قتلوه. هادو جوج قتلوه اللي كانوا كيمشيو على قبل هذه المصيبه هذه في البيت ديالهم. فللاسف اشنو داروا هذوك الناس؟ مشاو جابوا واحد من راعي الغنم، وقالوا ليه غادي تعترف، وراه غدوز المحكمه، غدوز بالسيطان، ما تخاف ما والو. واعترف هذاك الراعي سارح مسكين ما عارفش، ودوزوه في الحبس، والاخرين خرجوا براءه، ما كاين والو، راه ماشي هما اللي قاتلين، الله يعاونو. داز شي في الستينات كيوقع هادشي، ما بالو كذا. فالملف الا مشات تسد، يعني تسد، انا كنقول تسد، وغتبدا المرافعات هي تسد وصافي. وهادو راه كانوا وقعت عمليه قتل، هاد الناس ماشي هما اللي قتلوا، راهم تحاكموا فقط. لان انا هاد الناس هادو انا ما كنتهم حتى شي واحد، وما خايف حتى من شي واحد. انا اللي خايف منه هو اللي خايف منه بزاف، هو ما تبانش الحقيقه. والا ما بانش الحقيقه راه حنا غنبقاو عايشين بهذا الشكل هذا، وغازيد يتطور هذا الشيء اكثر. غادي يكونوا مجرمين كيقتلوا لان عندهم الامكانيات، وكتسد ملفات بهذه الطريقه، ومشات الامور هكا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.